مساء الخير. لو عندك كوبايتين من الدقيق وكوباية من المية، تعالي نحضر الفطاير الجميلة اللي انتم شايفينها معايا، بدون قطعات بدون اي حاجة. فطاير سهلة ولذيذة وشكلها حلو، وكمان تحشيها اي حشوة انت عايزاها من جوه، وبتتفتح معانا زي ما انتم شايفينها كده. ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير، سهلة جدا. هيكون معايا كوبايتين من الدقيق، وهيكون معايا معلقة من السكر، ومعلقة من الخميرة، ومعلقة من السمنة، وكوباية من المية. هي دي المقادير بتاعتنا زي ما انتم شايفينها معايا. هبتدي ان انا اضيف الخميرة والسكر، وهرش رشة كده صغنونة من الملح زي ما انتم شايفينها. وبعد كده هنزل بمعلقة السمنة، وهقلبهم كده في الدقيق. طبعا الفطاير صيامي، لو انت حابة الفطاير ديت مش عايزة تحشيها اي حوادق، وعايزة تاكليها كده من غير اي حشوة، هتبتدي ان انت تضيفي سكر اكتر. هتحطي 5 معالق من السكر في العجينة انت بتعجنيها بدل المعلقة. لو انت بقى هتحشيها حوادق عادي، هتبتدي تحطي معلقة سكر اللي احنا قايلين عليها. هتبتدي بقى تعجني لحد ما تلمي العجينة زي ما انتم شايفين معانا. هتعجني العجينة كويس جدا، اخدميها حلو جدا عشان تطلع معاكي كويسة. مش هنخليها تخمر ولا اي حاجة، هنبتدي نشتغل بيها على طول. هرش رشة من الدقيق، وهبتدي ان انا افرد العجينة بقى مستطيل مربع زي ما انت تحبي. هي العجينة بتتعمل بقطاعات مربعة، لو انت بقى مش متوفر عندك قطاعة هنبتدي نقطعها بالسكينة عادي، وهنشوف مع بعضينا هنقطعها ازاي. هبتدي ان انا افرد العجينة كده مستطيل، والسمك بتاعها ولا تخينة قوي ولا رقيقة قوي. هنشوفها مع بعضينا كده. بعد ما فردتها مستطيل، هبتدي ان انا اقطع العجينه. طبعا انت حابه تقيسي بحاجه قيسي، مش هتعرفي تقطعيها بالنظريه، قطعيها زي ما انت شايفه. انا هساوي الاطراف كده زي ما انتم شايفين معايا، وهبتدي ان انا اقطعها كده مربعات. تمام كده زي ما انتم شايفين. اي زيادات هنبتدي نشيلها، ونفس الكلام بالعرض. ادي السمك اللي احنا عايزينه. بعد ما قطعناها كده مربعات زي ما انتم شايفين معايا، هبتدي على فوطة، هبتدي ان انا احط الفطاير بتاعتنا. هسيبها ان هي تختمر معانا قد 5 دقايق، مش اكتر من كده. بس هغطيهم علشان وشهم ما ينشفش. وادي شكل الفطاير كده. وكده بعد ما اختمرت معانا، هيكون معايا على النار زيت سخن جدا. هنبتدي ننزل بالفطاير. لما الزيت يسخن هتلاقوها انتفخت زي ما انتم شايفين. هبتدي اقلبها من الجهتين لحد ما تاخد لون ذهبي معانا. شايفين شكلها كده؟ تمام. هبتدي ان انا احمرها من كل الجهات، من الجوانب ومن كل جهة. وبكده شكلها لما خلصناها. ممكن تاكليها كده لو انت طبعا مكتره السكر، او حابه ان انت تاكليها كده من غير ما تكتري السكر. وممكن تحشيها اي حشوه. انا معايا صوص شوكليت صيامي، هبتدي ان انا احشيها بيه. انت طبعا لو عندك حلوات حنيه مربى، اي حاجه ممكن تحشيها. لو طبعا فطاري، اي حشوات فطاري، جبنه، لانشون، اي حاجه هتتحشي، او نفطر بيها بقى جنب كوبايه لبن. باي طريقه هتلاقوها ممتازه بجد. الوصفه سهله ولذيذه وبمقادير بسيطه جدا زي ما انتم شايفين. لو انت عايزه تعملي اي حاجه وما عندكيش غير دقيق، هتقومي تحضري الوصفه بكل سهوله. تنفع صيامي، تنفع فطاري، تنفع للافطار. ولو الفيديو عجبكم ما تنسينيش بقى لايك وشير للفيديو، واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك جميع فيديوهاتي. واشوفكم على خير. اقول لكم باي باي.